السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم. اليوم فيديو ووصفه جديده في المقلاة الهوائيه. غادي نديرو قطبان ديال اللحم، غادي نوريكم الطريقه باش طيبوها والطريقه باش غيجيوكم رائعين وزوينين بزاف في القلايه الهوائيه. راه سبق لي ونزلت لكم فيديو هضرت لكم على القلايه الهوائيه وكيفاش كتخدميها وكيفاش قدي فيها الوصفات. نعم حبيباتي، بعد ما كتشرملي القطبان ديال كل وحده الطريقه ديالها باش كتشرمر القطبان ديالها، كتحطيهم يرتاحوا واحد شويه، واحد نص ساعه ولا ساعه. من بعد كديريها في هذا القطبان ديال الخشب وكتصفيهم في المقلاة ديالك، وكتسدي الفران ديالك او المقلاة الهوائيه ولا الفراير، كتسديها وكديري البروغرام ديالك او البرنامج اللي غادي يطيب لك اللحم ديالك عفوا القطبان ديالك وما يتحرقوش. كتضغطي على البرنامج ديال اللحم، هو دابا راه كيسيني، انتما تضغطي على اللحم ومن بعد كتشوفي راه كيعطيك هنايا 19 دقيقه و180 درجه ديال الحراره. كتخليها ما كديري حتى شي حاجه، كتضغطي على اللحم وكتضغطي على هذا البوطون الوسطاني باش تخدم لك لي فراير ديالك وطيب. هذا انا دابا ملي وصلت بقات 2 دقائق فقط على داك الوقت اللي عطاتني، راه نقصت ليها انا الحراره باش ما يتحرقوش ليا. اللي كتشوفيهم بداو كيسميتو حين نقصي الحراره باش ما يتحرقوش ليك. هانتيا كتشوفي دابا النتيجه، بدا الطياب كيدخل فيهم، و2 دقائق بقات لذاك الوقت اللي قالوا لينا قل منه طاب لينا القطبان. هنا غادي نحضروا فيه الفريت. كنديروا الفريت كناخذها غير ديال الكونجيلاتور، ممكن ديري الفريت العادي ولكن شفيه مزيان. كندير ليه رشيشه ديال الزيت، ها نتوما كتشوفوا، وهو فيه 15 دقيقه كتضغطي على الفريت وفيه غير 15 دقيقه، ولكن قل من 15 دقيقه. ملي كتبقى غير 6 دقائق كتلقاي الفريت ديالك كما كتشوفي طايب ومقرمش من برا، ارتطب من الداخل، رائع جدا. وهذا هو هذه الوصفه ديالنا عزيزتي، كتخدميها مع شليضه بارده كيجيو القطبان ديالك رائعين طيبين فتيين من الداخل. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه. وإلا كنتي اختي اول مره كتشوفي القناه ديالي، تشتركوا وتفعلوا الجرس وتبارطاجي الفيديو مع حبيباتك وصديقاتك، خصوصا اللي عندهم هذه القلايه واللي كيتمناو يشريوها. راها رخيصه وفي المتناول ديال الجميع، ممكن تستعمليها في هذا رمضان، غادي تجيك رائعه وغادي تعاونك بزاف. كديري فيها الخبز، الكيكه اللي بغيتي كيطيب فيها ان شاء الله. غادي نوريكم الوصفات.